تفتكروا لو حد استثمر 1000 جنيه بس كل شهر، المبلغ ده ممكن يوصل لكام؟ الإجابة ممكن تكون صدمة شوية، رقم خيالي بجد. تعالوا نفصص الحكاية دي ونشوف إزاي ده ممكن يحصل. الرقم هو ده 23 مليون و500 ألف جنيه. أيوة، الرقم صح، مبلغ ضخم جدا طبعا. بس السؤال المهم، الرقم ده جه منين؟ الرقم الخرافي ده هو القيمة اللي ممكن يوصل لها استثمار 1000 جنيه شهرياً، بس في شرطين: الاستمرارية والمدة 10 سنين. يعني الفكرة كلها في إزاي مبلغ ممكن نشوفه صغير لما بيتضاف عليه عنصر الوقت والاستمرارية ممكن يتحول لثروة بجد. طيب منطقي جدا نسأل، إزاي ده ممكن؟ يعني هل الكلام ده مجرد أرقام وخلاص ولا في أساس حقيقي وراها؟ هو ده بالظبط اللي هنكتشفه سوا دلوقتي. السر كله في الأداء التاريخي. الحسبة دي مش من وحي الخيال، لا، دي مبنية على أداء حقيقي لمحفظة استثمارية موجودة بالفعل في السوق. المحاكاة دي معمولة بناء على أداء محفظة اسمها رامبل. المحفظة دي اللي هي عبارة عن مجموعة أسهم، يعني متاحة على تطبيق ثاندر من يناير 2024. فإحنا كده بنتكلم على أساس قوي، بيانات حقيقية من السوق المصري. طب المحفظة دي عملت إيه؟ حققت عائد تراكمي وصل ل 134%. عشان أبسطها خالص، يعني قيمتها زادت أكتر من الضعف. واللي يخلي الموضوع مبهر أكتر كمان إن العائد الكبير ده اتحقق في قد إيه؟ 21 شهر بس، يعني أقل من سنتين. وده بيورينا قد إيه أداء المحفظة دي كان قوي جدا الفترة اللي فاتت. لما نفصص الأداء ده ونجيب المتوسط بتاعه كل شهر، بنوصل للرقم السحري ده 4.16%. ده متوسط العائد الشهري المركب. يعني إيه مركب؟ يعني الأرباح نفسها بترجع تشتغل وتجيب أرباح جديدة. ممكن الرقم ده يبان صغير، بس صدقوني هو ده الموتور اللي بيحرك المعادلة كلها. وهنا بقى النقطة المهمة، إحنا أخدنا معدل العائد الشهري ده اللي هو 4.16%، وبنينا عليه كل الحسبة بتاعتنا. يعني افترضنا إنه هيفضل مستمر معانا لمدة 10 سنين قدام، وهو ده بالظبط اللي وصلنا للرقم الكبير قوي اللي شفناه في الأول. طيب تمام، الأداء التاريخي ده ممتاز، بس هل ده كفاية لوحده عشان نوصل للرقم ده؟ الإجابة ببساطة لأ. الطريقة نفسها، طريقة الاستثمار، هي اللي بتعمل كل الفرق. وهنا بيجي دور حاجة اسمها الاستثمار المنتظم أو الدوري. إيه هو بقى الاستثمار الدوري ده؟ دي استراتيجية بسيطة جدا، لكن مفعولها زي السحر. الفكرة كلها إن المستثمر بيحط مبلغ ثابت، مثلا 1000 جنيه بتاعتنا، كل شهر في نفس الميعاد، من غير ما يفكر السوق طالع ولا نازل. يعني سواء السوق تمام أو في تقلبات، الخطة ماشية زي ما هي. وهنا بقى بتظهر قوة العائد المركب في أبهى صورها. العملية بتمشي إزاي؟ بسيطة. أولاً، استثمار شهري ثابت. ثانياً، المبلغ ده بيجيب أرباح. ثالثاً، ودي أهم خطوة، الأرباح دي نفسها بيعاد استثمارها مع أصل المبلغ. رابعاً، العملية دي بتتكرر كل شهر، ومع التكرار ده النمو بيبقى عامل زي كرة التلج اللي بتكبر وكل شوية بتكبر أسرع. بصوا على الجدول ده، هو بيلخص المعادلة كلها. المدخلات بتاعتنا كانت إيه؟ استثمار شهري 1000 جنيه، معدل العائد الشهري 4.16%، اللي هو المحرك بتاعنا، والمدة الزمنية 120 شهر، يعني 10 سنين. لما نحط التلاتة دول مع بعض في الخلاط، النتيجة المحتملة بتطلع حوالي 23.5 مليون جنيه. يبقى كده السر في الأرقام الخارقة دي؟ مش بالظبط، في كلمة سر تانية أهم ومبدأ أبسط من كل ده بكتير. وهنا لازم نقف وقفة مهمة جدا ونكون صريحين. كل الحسابات دي مبنية على افتراض كبير كمان، إن الأداء التاريخي الممتاز ده هيفضل ماشي بنفس المعدل في المستقبل. وطبعاً في عالم الاستثمار مفيش حاجة اسمها ضمانات، ده مجرد سيناريو مبني على الماضي. الأسواق بتتغير والأداء ممكن يطلع وممكن ينزل. طيب نطلع بإيه من كل ده؟ في كام نقطة مهمة لازم تكون في بالنا. أول حاجة قوة الاستمرارية، دي أهم حاجة في الموضوع كله. تاني حاجة النمو المركب هو فعلا محرك بناء الثروة الحقيقي على المدى الطويل. تالت حاجة إن أي مبلغ صغير طالما فيه انتظام ممكن مع الوقت يعمل أرقام كبيرة جدا. وطبعا نرجع ونأكد على أهم نقطة، اللي حصل في الماضي مش ضمان للي هيحصل في المستقبل. وفي الآخر السؤال اللي المفروض كلنا نسأله لنفسنا مش هو إزاي نوصل للملايين دي، لا، السؤال هو إيه العادة المالية اللي ممكن نبدأها النهاردة؟ عادة صغيرة بس مستمرة عشان توصلنا لأهداف بكرة، لأن القصة في الآخر مش في كبر المبلغ اللي بنبدأ بيه،
لكن في قوة الاستمرارية والصبر مع الوقت.